كسب القلوب بحبه، أسر النفوس بخلقه، أبكى الآنام بشوقه، صلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا وحشتوني. انا مقلة شوية الايام دي في الفيديوهات، بس يعني شوية تعب على مشاغل بقى اولادي والدراسة والكلام ده كله. بس اوعدكم فترة الكسل دي ان شاء الله خلاص ستوب بقى، وهنبدأ نشتغل وكده، وهعمل فيديوهات ان شاء الله. النهاردة بدأت بان انا اجيب افكار هي ممكن تكون ناس كتير عارفاها، بس في حاجات ممكن نكون ناسيينها يعني. فانا قلت افكار لعيد الام. طبعا الناس اللي هتقول عيد الام بدعة واحنا وحرام والكلام ده كله، يا جماعة احنا مش بنقول ان هو عيد تالت جنب عيد الفطر وعيد الاضحى. يعني القصة كلها في ان هو يوم احنا طلعنا لقينا الناس فيه بتحتفل بالام وكده، فاحنا بنحتفل يعني. الام لازم نكون بنحتفل بيها طول السنة والكلام ده كله، بس يعني ما يجراش حاجة ان لما يكون عملوا يوم فاحنا بنخلي اليوم ده مخصص ليها. على فكرة حاجة بتفرح كل الامهات جدا جدا، انتوا فوق ما تتخيلوا. طبعا بعد ما بقينا امهات حسينا قوي بالشعور ده. انا عن نفسي من اول الشهر عماله اقول لاولادي حوشوا عشان تجيبوا لي هديه عيد الام. تمام. طبعا ده تهريج، بس بجد قلت لهم كده وانا بضحك يعني، لان حاجه بتفرح حقيقي. مش لازم تكون الهديه قيمه وغاليه جدا جدا. قيمه الهديه في الناحيه المعنويه، في ان هي بتفرح الام فعلا. هنبدأ بقى ونقول ايه اللي ممكن تجيبيه لمامتك في عيد الام. وطبعا كل واحدة أدرى بمامتها وعارفة محتاجة ايه وايه اللي ممكن يسعدها. نبدأ ونقول بسم الله. بداية لو انت امكانياتك تسمح ممكن تجيبي لها حاجة دهب، خاتم، يعني خاتم، سلسلة، اسورة، اي حاجة ايا كان اللي انت هتقدري عليه تقدري تجيبيه. الحاجة الدهب اكيد هتفرحها جدا جدا. بس طبعا ده لو في استطاعتك، وهي اكيد اكيد ادرى بحالك وبظروفك وبوضعك، وعارفة انت تقدري تجيبي لها ايه، وانك انت يعني مش هتبخلي عليها خالص يعني. تمام. تاني حاجة، الحاجة المشهورة جدا اللي غالبا كلنا أكيد جبناها للأمهات، بس هي كمان بتفرح الأم جدا، هي العباية. طبعا انت عارفة بتبقي ستايل مامتك نظامه ايه، ايا كان هي بتخرج بايه بتجيبي لها اللي هي بتخرج بيه وخلاص. بس المنتشر قوي في سن الأمهات ده بيبقى العباية، ايا كانت بقى ستايلها شكلها موديلها، انت بتبقي عارفة هي بتلبس ايه وبتحب ايه، وايه الشكل في العبايات اللي هي بترتاح فيه. خلاص. ممكن كمان نجيب طرحة تكون قيمة وشيك كده. مع الطرحة هقول لكم ممكن تجيبي ايه كمان، هوريكم دلوقتي. بس يعني الطرحة فكرة من ضمن الافكار، وبيبقى جنبها حاجة كمان يعني علشان تدي للطرحة قيمة مادية. يعني هي الحكاية بتاعت ان تكون الطرحة معاها حاجة، دي بترجع للقيمة الايه يعني. يعني تقولي ايه، مش لا مش هجيب طرحه بس يعني. فانت ممكن تجيبي شنطه اهي، الشنطه اهي. طبعا برضو لو مامتك بتلبس شنط انت اكيد عارفه ستايلها، عارفه هي بتحب الشنط نظامها ايه، فمع الطرحه ممكن يكون في شنطة. كمان الحاجات اللي كل الأمهات بتحبها هي البوك أو المحفظة أو البارتيفيه، أيا كان بقى، هي ليها مسميات كتير، انت شوفي بتسميها ايه وأنا بس بديكي الفكرة. مع البوك او المحفظة ممكن تجيبي حاجة تانية وهقولك برضو هي ايه. ممكن تجيبيها مع الشنطة، ممكن تجيبيها مع الشنطة والطرحة، ممكن تجيبيها مع طرحة ومع شوز كمان. برضو الحاجات دي اكيد كلنا عارفين ان هي من ضمن احتياجات الامهات كلها، ان يكون عندها حاجة في رجليها تكون طبية ويكون جلدها كويس، لان طبعا غالبا امهاتنا كلهم بتبقى رجليهم حبايبي ربنا يا رب يديهم الصحة تعباهم شوية. فانت اختاري لها حاجة تكون مريحة هتفرح بيها جدا جدا جدا، لان هم بيحبوا جدا ان تكون حاجة في رجليهم مريحة وطرية وطبية، يعني تريحهم وهم ماشيين.
خلاص ممكن كمان بصرف النظر عن حاجة الخروج، لو انت حاسة ان هي محتاجة لبس بيتي تجيب لها عبايات بيتي، تجيب لها قمصان بيتي اللي هي بتبقى خفيفة دي. يعني انت تشوفي هي اكتر محتاجة ايه، كل واحدة زي ما قلنا بتبقى اضرب مامتها، وبناء عليه بتختاري الهدية. انا بس بفكرك ان في حاجات ممكن تكوني ناسياها. خلاص، دي كده زي ما قلنا لبس بيتي. ايا كان هو ايه، ممكن غيارات داخلية، ممكن قمصان اللي هي بتاعة القعاد في البيت دي، الجلابيات القطن، عبايات استقبال، حاجات كتير جدا جدا ممكن تجيبيها لها للبيت، وتكوني حاسة فعلا ان هي محتاجاها وهتفرحها وهتفرح بيها يعني. كمان زي ما قلنا غالبا رجل الام بتبقى وجعاها دايما. يا جماعه ما تستغربوش من الحاجات اللي انا جايباها دي، بس ده كعب سيليكون بيبقى مريح قوي، موجود اونلاين وموجود في الاماكن بتاعه الادوات الطبيه والاجهزه الطبيه والاماكن دي. كمان حزام الظهر بالكتف ده بيبقى حلو جدا لو هي محتاجاه، ممكن قوي تجيبه لها. يعني هي دي بس مش هتبقى الهديه الوحيده، يعني هاتلها حاجه جنبه. يعني ممكن بقى حاجه من اللي احنا قلناها دي، ممكن ده مع شنطه، ده مع عبايه، مع شوز، ايا كان اللي انت هتجيبيه. بس انا بديكي افكار لو مامتك ظهرها وجعها او رجليها وجعاها او كده. دي صورة انا جايباها من عروض رنين اللي كنت منزلاها عندي على القناة. آه يعني المقصود بيها ان انا اقول لك ادوات المطبخ، اوعي تقولي لا مش هتفرحها، انا لازم اجيب لها حاجة ليها هي شخصية. هي لو محتاجة حاجة يا جماعة من ادوات المطبخ هتفرح بيها جدا. كمان ممكن تجيب لها موبايل لو هي محتاجة موبايل، او يعني انت شايفة ان بتاعها قدم او مش حلو او اي حاجة من الكلام ده كله ده، وحاسة ان انت تقدري تجيبي لها حاجة احسن هاتيهولها طبعا. طبعا الساعة كمان، الساعة ممكن تكون مع حاجة من اللي احنا قلناها قبل كده، يعني مثلا ساعة مع شنطة وشوز، ساعة مع طرحة كده، ساعة تكون قيمة وشيك، ساعة مع أي حاجة أي حاجة. شوفي انت بقى. سجادة، ما تستغربوش هي لو محتاجة تجدد على العيد، عندها سجادة انت حاسة ان شكلها قديم وهي محتاجة جديدة او كده، وجبت لها سجادة، هي هتفرح برضو بيها جدا جدا. حاجة البيت بتفرحهم يا جماعة، حتى لو انت حاسة انها لازم تكون حاجة ليها شخصية، هاتلها حاجة جنبها ولو بسيطة هتفرح بيها. حاجة البيت زي ما قلنا ممكن أجهزة كهربائية، مكنسة، مروحة، كبة، خلاط، هاند بلندر، أي حاجة انت حاسة ان هي هتريحها في وقفة المطبخ ومش موجودة عندها، هاتيها لها، صدقيني هتفرح بيها جدا جدا يعني. يعني انا زي ما قلت لكم هي افكار، و يعني لو حابين انتوا بتشوفوا بقى هي محتاجة ايه من الحاجات اللي انا قايلة عليها في الفيديو وبتجيبيها لها. كل واحدة حسب ما مامتها عايزة. طبعا دي برضو عروض من عروض رنين تقريبا، انا كنت منزلها على القناة، موجودة تقريبا طول الشهر يعني على ما اعتقد يعني. ازازة برفان لو مامتك بتحب الروايح الحلوة، وغالبا كل امهاتنا بتحب دايما ايه في السن ده ان هم على طول يرشوا برفان ويبقى ريحتهم حلوة والكلام ده كله، بس طبعا ده بيبقى في البيت مش في الخروج. ازازة البرفان هتبقى برضو حاجة بسيطة خالص كده، ممكن جنب زي ما قلنا شنطة، ازازة برفان جنب العباية، ازازة برفان جنب ايا كان انت جايبه لها ايه، جنب حاجة كهربائية انت جايبها لها في البيت. يعني تكون هي دي الحاجة الشخصية اللي ليها هي يعني. وطبعا البرفانات كتير قوي والروايح مختلفة وكتير جدا، في حاجات بتبقى جميلة. خلاص زي ما اتفقنا، لو انت جايبه لها حاجه تخص البيت ممكن جدا تجيبي لها ازازه برفان معاها، او ازازه برفان وطرحه، يعني ايا كان انت اللي هتجيبيه هي اكيد هتفرح بيه. نقول بقى عن الحاجات اللي تخص البيت كمان، ممكن نقول عن المفروشات لو هي عايزة كفر للانتريه بتاعها او الصالون ايا كان اللي عندها، ممكن تجيبيه لها قوي هتفرح بيه. ممكن بقى ملايات علشان العيد هيبقى داخل طبعا، خلاص رمضان قرب، اللهم بلغنا رمضان وكل سنة وانتم طيبين. ملايات بقى تفرشها على السراير كده في العيد تفرح بيها.
ممكن بقى زي ما قلنا اي حاجة انت حاسة ان هي ممكن تحتاجها او هتفرحها يعني. طبعا ملايات اشكال والوان كتير قوي. دوري طبعا هتلاقي عند بتوع المفروشات والحاجات اللي زي كده. بس بتمنى طبعا ما اكونش يعني طولت عليكم، وبتمنى كمان اكون افدتكم او قدرت اقول اي حاجة انتوا كنتوا ناسيينها او حاجة حسيتوا ان امهاتكم فعلا محتاجاها. بس طبعا يا جماعة زي ما اتفقنا الهدية مش بغلوها او بهي بكام. الهدية حاجة معنوية جميلة، وزي ما قلنا احنا بنبقى عايزين نفرحها مش اكتر من كده. وصدقوني الام، اي ام، اي هدية ولو كانت بسيطة جدا بتفرحها قوي. مع تورتايه بقى يوم عيد الام كده، لو برضو قدرتوا انتي واخواتك تعملي حاجة زي دي هتبقى برضو حاجة لذيذة كده وذكرى حلوة. آه، يعني لو دخلتوا عليها بيها كده، كل سنة وكل ام طيبة، كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رجب طبعا وقرب شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان. في النهاية يا ريت لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والشير. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.